السلام عليكم. عبثيات الكرة المصرية. أنا مستغرب فعلا، دوري مكافئته 5 مليون جنيه، دوري أبطال أفريقيا 4 مليون دولار، يعني قلت تقريبا 200 مليون جنيه، وخمسة يبقى 205. لو في انتر كونتيننتال يبقى يعني قول 3 مليون ب150، يعني كلهم 355 مليون جنيه، بعقد 2 لعيبة محترفة في فريق الأهلي أو فريق بيراميدز أو فريق الزمالك اللي هو مديون لطوب الأرض. هل من المنطق ان كل المصاريف دي في دوري نسبة مشاهدته تكاد تكون معدومة، نسبة مشاهدة ضعيفة جدا؟ طب الفلوس دي مش الافضل اجور اللعيبة اللي هي مبالغ فيها تصرف على تطوير ملاعب في الاقاليم؟ كل محافظة يكون لها ملعب مجهز وفي نادي يمثل المحافظة، والاهتمام بقطاعات الناشئين. انا بستغرب الناس اللي بتستميت في الموضوع في الدفاع عن الاهلي والزمالك استماتة يعني كبيرة جدا. كل الناس، اغلب الناس اتولدت لا اما زملكاوي لا اما اهلي، قليل جدا مصري واسماعيلي. يعني حتى اختيارك للفريق جاي بالوراثة. انا يعني الزمالك بالنسبة ليا انا مش شايفه نادي يعني حاجة كبيرة، نادي وخلاص يعني، وكذلك الاهلي. لكن انا اخترت الزمالك لان انا شايفه ان هو مستضعف، هو الحاجة الحلوة اللي بتضحكهم، الحاجة الحلوة اللي لازم تكون موجودة عشان خاطر نضحك عليها والجماهير تضحك عليها، ونادي الضحك، ونادي اللي هو خميس وجمعة في الفيفا. وبعض المتزملكين اللي على اليوتيوب اللي هم بيلبسوا تيشيرت الزمالك وبيطلعوا يقلسوا على نادي الزمالك، امثال الهستيري وخفاجي وكم واحد كده شوف تابعتهم، بيطلعوا يهينوا في نادي الزمالك وهم لابسين تيشيرت الزمالك. طبعا ده كله عشان خاطر ريتش جمهور الاهلي، وده طبعا مفهوم. والله دي ما كورة ولا ده تشجيع، ولا دي كورة هتخلي ان في منافسة شريفة، منافسة قوية، دوري قوي، لعيبة قوية. الناشئين ما فيش حد مهتم بيهم اللي هم اساس نجاح اي منظومة. الفرق الجماهيرية ما فيش لها دعم. والله بجد لازم ضروري 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 ان الاندية تتخصص، خصوصا الاندية الجماهيرية، ويتعمل فيها شركات كورة وتنطرح للمستثمرين. ساعتها يكون في منافسة. اي حد يقف ضد الفكرة دي يعرف على طول هو مستفيد. وطبعا هو في نادي اوحد هو المستفيد من الموضوع ده كله. الموضوع بصراحة بقى ممل وبقى فج، وبقى فعلا يعني لا يطاق. في بطولة جايزتها 5 مليون بيتصرف 3 مليار، حاجة غريبة. 3 مليار دول لو انصرفوا على الملاعب في كل المحافظات وعلى قطاعات الناشئين 10 سنين بالظبط، هتشوف كمية لعيبة موجودة في الدوري المصري. والله والله لا يكون دوري فعلا دوري محترم. واللعيبة دي أقل حاجة يطلع كل سنة 50 لاعب يحترفهم في الدوريات الأوروبية، سواء درجة ممتازة أو درجة أولى. بس مش عارف والله، الواحد يعني مهما قال مش عارف يقول ايه. نادي الزمالك إداريا يعني المحسوبين على نادي الزمالك بيطلعوا في البرامج، وكابتن سيد عبد الحفيظ بيقعد يهزق فيهم وهم قاعدين يضحكوا. طبعا يعني هم لازم برضو ايه يبقى فيهم كده ايه حتة، انهم لازم برضو ايه يتحاملوا على نادي الزمالك عشان امورهم تمشي، ويقول لك وريتش جمهور قالوا لي شفت الزمالك بتوع الزمالك بيقولوا ايه. اغلب التعليقات على الناس الزملكاويه والله الزملكاويه بتفهم والله مش عارف ايه. طب هو الزمالك طبعا دخل نفسه في ديون كتيره ومشاكل كتيره. طب انا والله اكاد اجزم ان هي متعمده عشان خاطر يفضل وضع نادي الزمالك كده. اصل الاداره مش صعبه يعني، الاداره مش صعبه. ممكن اعمل عقود معقوله بحيث لو اللاعب ده فشل اعرف اخلص منه بشكل ودي، او لو مش لو فسخت العقد يبقى في شرط جزائي بسيط، عقد يكون مناسب. اجيب لعيبه مناسبه لميزانيتي بحيث لو اللاعب ده اثر معايا اقدر اتخلص منه بدون ما يكون في عجز في الموازنه عندي. حاجات بسيطه بتتعمل، لكن في حاجات بتتعمل عن عمد عشان خاطر يفضل النادي ده في مشاكل. طب حاجه غريبه مش قادر افهمها. طب هو عقد كولر اللي هو كان 3 مليون 3 مليون ونص، الراجل الموضوع خلص بالتراضي. حد عارف ايه اللي حصل؟ حد عارف الراجل خد كام؟ هم قالوا اللي هو خد 6 شهور. طب هو حد شاف الحقيقة خد كام؟ لا، بس عشان خاطر
بعض الاعلاميين بداوا يتداولوا الموضوع، مدحت شلبي بدا يتكلم في الموضوع ويكرروه اكتر من مره، فقال لك احنا هنوجع دماغنا ليه؟ الراجل ليه كام 3 مليون، خد يا عم اطلع بقى اكتب كذا وكذا. والله الحاجات دي كلها اللي بتحصل، بس هي طبعا مش بتتعرف يعني، بس هو ده اللي بيحصل. الموضوع بقى فعلا سخيف، والواحد مستني الدوري الانجليزي يبدأ عشان يتفرج عليه ويستمتع كده بكرة نظيفة، بعيد عن عن الهبل اللي احنا بنشوفه ده. شكرا.